السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. مجموعة العرجاني جروب تحصل على الحقوق التجارية للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 في المغرب. بشكتاش التركي يطلب من الأهلي 6 مليون دولار للاستغناء عن جاكسون موليكا. في البداية الأهلي عرض 2.5 مليون دولار، ولكن حتى الآن هناك مرونة في التفاوض من جانب مسؤولي الأهلي، وتم رفع العرض إلى 3 مليون دولار. صحيفة فوتبول التركية: انتهاء صفقة موليكا للأهلي خلال ساعات بقيمة 3.5 مليون دولار. الجهاز الفني للنادي الأهلي يفرض السرية التامة والمطلقة على تدريبات الفريق حتى مواجهة الزمالك، وتم إغلاق الستائر المعدنية المحيطة بالتتش. رسميا اتحاد الكرة يعلن تعيين الحكم السلوفاني سلوفاكو فيوفيتش حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت. مارسيل كولر يبلغ اللاعبين بأن أي نتيجة غير الفوز لن ترضي الجماهير، وحذرهم من انتفاضة لاعبي الزمالك بعد الخروج من الكأس. المنتخب العراقي بطلا للخليج بعد الفوز على عمان ب3 أهداف مقابل هدفين. حفلة أهداف في مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم النصر والهلال وباريس سان جيرمان، وفوز النادي الباريسي ب5 أهداف مقابل 4 أهداف للنجوم. أحضان وقبلات بين ميسي وكريستيانو رونالدو قبل انطلاق مباراة كأس موسم الرياض. الأهلي قرر تأجيل ملف المفاوضات مع نادي المقاولين العرب لضم عمر فايد إلى الصيف القادم. النادي الأهلي عرض مبلغ مالي زائد 20% قيمة إعادة بيع اللاعب، لكن المقاولون متمسك باللاعب لنهاية الموسم. محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي: شركة العرجاني جروب حصلت على حقوق الأهلي التجارية في المغرب. سيكون هناك مساعدة لسفر جماهير الأهلي للمغرب لمساندة الفريق في كأس العالم للأندية. كريم نيدفيد: سأعود إلى الأهلي نهاية الموسم، وأتمنى فوز الأهلي على الزمالك في لقاء القمة. قيدي إفريقيا في صفوف فيوتشر منع قطع إعارتي وعودتي للأهلي في الموسم الحالي. الحساب الرسمي لفيفا يحتفي بالأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية. أكثر فريق عربي وإفريقي تعاقب على منصات تتويج كأس العالم للأندية: 3 ميداليات برونزية و7 مشاركات، والثامنة بعد أسبوعين. النادي الأهلي يتوصل لاتفاق مع شركة استادات لفسخ التعاقد بشأن استاد السلام بدون أي شروط جزائية، وسيتم نقل مباريات الفريق المحلية والأفريقية لتقام على استاد القاهرة. الزمالك يوافق على رحيل سامسون إيكينولا للإسماعيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعد موافقة فيريرا. الزمالك قام بالاستفسار من محامي النادي في فيفا عن قانونية مشاركة كهربا أمام سموحة، ومحامي الزمالك أبلغ أمير مرتضى بأن كهربا يحق لها المشاركة بشكل طبيعي مع الأهلي بعد نهاية إيقافه رسميا، وأن أي شكوى سيقدمها النادي الأبيض بشأن قانونية مشاركته مصيرها الرفض. وكيل لويس ميكيسوني: ميكيسوني لن يعود إلى الأهلي حاليا، ونبحث عن نادي جديد ينتقل إليه خلال شهر يناير الجاري، والأهلي في انتظار عودة اللاعب للاجتماع معه وبحث إمكانية انتقاله لأي نادي مصري حتى نهاية الموسم الجاري. أتلتيكو مدريد يقترب من حسم صفقة ضم ديباي من برشلونة، انتقال نهائي مقابل 3 مليون يورو. وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأفريقي كاف في زيارة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة تمهيدا للمشاركة في دوري السوبر الأفريقي. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.